تيقولوا لي ديري لنا شاورما وما نكونش خلاص، حابه نطيب ندير لهم هاد الفطيره 2 اكس ال تاع الشاورما. فطيره بحجم عائلي تجي مشخشخه من داخل بالشاورما والفرماج، وكي يشوفوها فوق الطابله جامي لا يريكلاميو. بزاف سهله، عندكم بويا اخت ناتور مع كاس ما دافي وبياض بيضه، نزيد مغرف كبيره خميره، مغرف كبيره سكر وربع كاس زيت، نخلط ونجمع بالفرينه. هذا مكان ما تنساوش برك الملح، ونعجنها بهاد اللي بغا تاع الباتور لي جامي لا نستعملوهم. ندهن يديا بالزيت، نشكلها كريا، نغطيها ونخليها تخمر. والحشو الشاورما عندي نص صدر دجاج مقطع شرائح مع حبه بصل صغيره مقطعه شرائح. التوابل نكتبهم لكم مع زيت رند عسل، ونزيد ثاني وحده ياغورت ناتور. نخليها تتشرب التتبيله جويه نص ساعه، ونطيبها في مقله سخونه ما نديرش الزيت، ونحمرها مليح. ومع الاخر نزيد فص ثوم مع مربع منجوب نتختينو اكسيلون سكويستو. راح ندي هذا اللي مخدوم 3 فروماج، راح يمد لي تاسيله في لافاخس، ونزيد 4 كاس ماء ونخلط حتى نيجانس. نخلي الشاورما تبرد ونرجع للعجين اللي كان خمر، نديغازيه ونقسمه ل4 كريات، يعني تخرج لكم 2 فطائر كبار. نفتحها ونحطها على بابي كويسون، ونزيد لافاخس اللي درتها نحط نص منها، ونزيد لي سلايس تاع تختينو اكسيلونس باش يجيو ماسلين من داخل. نزيد شويه موتزاريلا ونغلق عليها بنص العجين اللي بقى، نحي الزوائد، ندهن بسفر البيض اللي بقى لي درت له شويه قهوه، ونزيد رشه موتزاريلا من فوق باش تعطيني تقرميشه. نطيبها نحمرها وشوفوا النتيجه. ريحه الشاورما ضربه منها وتجي خفيفه كي القطن ومفرمجه، لازم ديروها اليوم للفطور. وهذا ما كان.